الناس اللي مشاو تنقلوا لجميع جهات المملكه واللي عرفت مشاركه ازيد من 600 من الصناع التقليديين اللي جاوا ولباو النداء ديال كتابه الدوله من اجل المساهمه في انجاح هذه الجائزه. ازيد من 200 منتوج اللي تم الانتقاء ديالو، اللي كذلك كانت حيره لدى لجنه التحكيم في الاختيار ديال المنتوجات اللي تستحق انها تتوج، نظرا لانه كاين ابداع حقيقي، كاين ابتكار، كاين كذلك المزج بين الاصاله ديال صناعتنا التقليديه وكذلك التجديد والابتكار اللي اصبح اليوم مطلوب. وكذلك كاين واحد الحاجه اللي كتفرح بزاف، هو انه لقينا شباب ونساء اللي انخرطوا في الحرفه ديال الاجداد وفي الصنعه ديال الاجداد. فبالتالي هذا الشيء كيفرحنا، لانه الخوف كل الخوف اللي كيكون في مثل هذه المجالات هو الاندثار، هو انه ما تبقاش عندنا هذا التميز اللي بالنسبه لبلادنا وبالنسبه للمغرب وحده من بين الكنوز اللي كنفتخروا بها هي صناعتنا التقليديه، لان احنا بلد عريق، بلد حضاره كيمتد لعشرات القرون، بلد اللي استطاع انه يحافظ في لباسه، في اكله، في الاثاث، في المنزل، في جميع مناحي الحياه على هذيك الصبغه التقليديه اللي كتبين كما قلت بانه احنا بلد عريق وثقافه وحضاره عريقه جدا. فبالتالي جد سعداء بانه كاين خلف، كاين كذلك مجهود اللي اليوم كنديروا في المجال ديال التكوين. ويسعدني ان اتواجد معكم اليوم بمدينه اكادير للمشاركه في حفل توزيع جوائز الدوره التاسعه للجائزه الوطنيه لامهر الصناع. واود في البدايه ان اتوجه بجزيل الشكر الى كتابه الدوله المكلفه بالصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على تنظيم هذا الحدث الهام الذي ياتي في سياق مخرجات أشغال الدورة الخامسة للمبادرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف تشجيع الصناعة والصناع على التجديد والابتكار وتثمين المنتوج الوطني والعمل الحرفي عموما. كما تعد هذه الجائزة محطة سنوية لتكريم المبدعين الذين أسهموا بشكل بارز في تطوير الصناعة التقليدية الوطنية. في رحاب أرض سوسي الطيبة أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى السيد المحترم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على هذا الحدث الهام الذي يندرج في إطار ما تخطط له حكومة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده من مشاريع وأعمال تنموية من شأنها أن تحقق الأهداف المرجوة لقطاع الصناعة التقليدية الذي يتميز بكونه قطاعا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز. إننا نأمل جميعا أن تتواصل الجهود في سبيل تحقيق المزيد من تطلعات الفاعلين في القطاع بما يكفل الاستمرار في الرفع من وتيرة الإنتاج والتسويق والتكوين والتشغيل ومواكبة مختلف الأوراش المفتوحة التي نشتغل عليها إدارة ومنتخبين في إطار من الشراكة والتعاون والتنسيق. وإن غرف الصناعة التقليدية وجامعتها لتغتنم فرصة هذا اليوم المبارك
لتقدم شهادتها بما تحقق من إنجازات تنظيمية واقتصادية واجتماعية لفائدة أسرة الصناعة التقليدية. الجائزة الوطنية لأمهر الصناع التي رسخت مكانتها للاعتراف بالتميز والتشجيع على التجديد. الصناع التقليديين المغاربة مبدعون وحافظوا لعشرات السنين على الموروث ديال الصناعة التقليدية ونقلوه للأجيال. اليوم من خلال هذه الدورة التاسعة الجائزة الوطنية أمهر صانع كنحتفي وكنشجعوا الابتكارات ديال الصناع التقليديين في مختلف جهات المملكة. تمنح الجائزة الوطنية للتفوق للسيد أحمد بولخلاخل من جهة فاس مكناس ممثل مدينة مكناس. الأثاث ففازت بها السيدة خديجة الزروالي. للأسف ما تمكنتش من الحضور معنا لكنها بالنيابة عنها عاد تقرير المدير الشهوي لجهة السنغال المسيطرة. التقليديين اللي كيمثلوا الجهات ال 12 يتفضلوا معنا، يتفضلوا من اجل مشاركتنا هذه اللحظه المميزه بالبطائق ديالهم، البطائق المهنيه. هذه المبادره اللي كتعكس المكانه اللي كيحظى بها الصناع التقليدي وكتعزز مسار النهوض بقطاع الصناعه التقليديه. تفضلوا.